عم نفتتح اليوم ضمن منطقة ديريك كبادرة نوعية ولأول مرة تحدث في منطقة ديريك غرفة عمليات عينية للجراحات العينية مجهزة بأحدث الأجهزة الجراحية العينية. هاي الأجهزة هي من أحدث الأجهزة ومن أحدث الشركات العالمية. حاولت أجيب هاي الأجهزة لتغطي كل الجراحات العينية التقليدية اللي بحاجة للمريض خدمة لأبناء المنطقة، لأنه المريض بشكل عام بحاجة لحتى يكون متابع دائما مع طبيبه ما قبل الجراحة وما بعد الجراحة لتخفيف أعباء السفر على المرضى وخدمة لهم لحتى نحاول نقدم لهم أكبر عناية وأكبر خدمة صحية لعينهم. الأجهزة الجراحية اللي جبتها هي من أحدث الشركات، جهاز مجهر جراحي من شركة زايس العالمية الألمانية، هي من أفضل الأجهزة في العدسات، ومجهز الجهاز أيضا بمجهر مساعد بالإضافة إلى كاميرا ملحقة مع الجهاز تقدمنا من خلالها نقدر نصور كل العملية وتنعرض بشكل مباشر وتسجيلها بشكل كامل. كمان جبت جهاز هو فاكو، هذا الجهاز من خلاله نقدر نسحب المي البيضاء اللي هي من أشع الحالات اللي تصير مع التقدم بالعمر، بيصير عندنا تكثف على مستوى عدسة العين. هذا التكثف له أسباب كثيرة وكثير عوامل بتساهم بحدوثه، ومن أشع الأمور هو التقدم بالعمر. فهاي الحالة العينية موجودة عندنا بشكل كبير كتير، ولحتى نقدم هاي الخدمة جبت هاد الجهاز هو بيسموه ليزر بالعامية بس هو فاكو أمواج فوق صوتية بتفتت هاي المي بيضاء وبتستحلبها بشكل كامل، ومن خلالها نقدر بعدها نزرع عدسة داخل العين، وهاي العدسة بتعطي رؤية جيدة للمريض وبتقدم له خدمة كاملة. المريض يكون جاي عنا عم يشوف بشكل كامل ضباب، وبيرجع بعد العملية بيشوف كتير كويس وبيوصل معنا ل10/10 كقدرة بصرية. جبت كمان أجهزة تعقيم تغطي كل التعقيم اللي يلزم لغرفة العمليات. هي جهاز معقم الغاز قليل وجوده عند حتى بالمشافي وحتى بغرف الجراحات، بيعقمنا كل الأمور اللي تلزم بالغاز بشكل كتير تعقيم دقيق وتعقيم كتير آمن، بالإضافة للمعقم الرطب والمعقم الجاف. من خلالهم عم نغطي كل الأمور التعقيمية اللي تلزم بشكل كتير دقيق وعناية كاملة، لحتى أمور العين هي أمور حساسة بالأخيرة، فضروري كمان تتغطى بشكل كامل لحتى يكون في عقامة كاملة ولحتى العمليات كلها سليمة. وكمان غطيت كل غرف العمليات بأشعة، هاي الأشعة هي بتعقم غرف العمليات وبتقدمنا الجودة الكاملة للعملية وبتساعدنا على أنه كل الجو العملية يكون نظيف ومعقم. هاي الأجهزة راح تقدم خدمة كاملة إن شاء الله، ومن خلالها راح نغطي كل الأمور اللي تلزم للجراحات داخل العين. وهذا الشيء ما بيتم إلا من خلال العدسة اللي راح تنظرها داخل العين، لازم تنقاس بشكل كتير دقيق. ولحتى أغطي هالموضوع جبت أحدث الأجهزة العالمية كمان من شركة زايس، هو جهاز IOL ماستر. هذا الجهاز بيقيس العدسة اللي تنظرها بداخل العين بشكل كتير دقيق بالأشعة تحت الحمراء بدون تماس مع العين. من خلاله بس المريض كأنه عم تاخذ له درجات نظارات، يعني مو خلاله بس يحط راسه المريض على الجهاز وأقدر أقيس العدسة تنظرها داخل العين عن طريق الأشعة تحت الحمراء. وبيقدم لنا دقة كتير عالية وبيساعدنا لحتى نزرع أي نوع عدسة يرغبه المريض. بشكل عام الأجهزة كلها عم تغطي لنا كل الجراحات العينية اللي تلزم على مستوى الأقسام الأمامية. وكمان من خلال هاي الأجهزة نقدر نقدم أي خدمة وأي إسعاف عاجل لأي مريض، مثلا صار عندنا جرح نافذ للعين، صار عندنا أزية لسطح العين، أزية لداخل العين، أزية للأقسام الأمامية من العين، من خلال هذا المجهر الجراحي من خلال الأجهزة الموجودة نقدر نعالج هاي الحالة ونقدم له خدمة كاملة ونتابع الحالة، لأنه أهم شيء عندنا بالجراحات العينية وبمرضى العينية المتابعة. المريض يعني عم يلاقي كثير أعباء وكثير صعوبات من خلال المتابعة ما بعد العملية ومن خلال التجهيز ما قبل العملية. فهذا الشيء كثير حاولنا من خلال هالأجهزة الحديثة اللي هي من أحدث الأجهزة العالمية نغطي كل الأمور اللي تلزم. الجهاز الفاكو اللي جبته كمان هو جهاز أوبتيكون من شركة أوبتيكون العالمية ريفيو سمارت اي آخر إصدار، وجهاز المجهر الجراحي مثل ما قلت لكم كمان هو من شركة الألمانية العالمية. واليوم ببركة نيافة الحبر الجليل مار موريس عمسيح افتتح عنا غرفة العمليات وبوجود الآباء الكهنة والمجلس الملي، وباركنا بحضوره وافتتاحه للغرفة، ومن خلالها إن شاء الله تكون بادرة خير وبركة لكل الشعب وخدمة لكل الشعب، لحتى نساعد المرضى لحتى نرجع لهم جودة رؤيتهم، ولحتى تكون هاي البادرة اللي عملناها هي خير وخدمة، وبالأخير هي تقديم مساعدة طبية للمرضى وتخفيف لأعباء المرضى من خلال السفر ومن خلال المعوقات اللي عم تتنهرق المرضى وتتعبهم أكتر.
فهالشي لما يتوفر بمنطقتهم، غير انه والله بده ما يسافر ويتعب وخاصة الأجهزة اللي جبناها هي من أحدث الأجهزة العالمية وآخر الإصدارات، يعني بأحدث الأماكن صعب يتلاقى منها، والحمد لله قدرنا نجيبها ونوفرها ولحتى نخدم كل أهل المنطقة والأمور كلها تكون كويسة، وإن شاء الله السلامة والعافية للجميع دائما. شلونكم يا جماعة؟ مبسوط كثير اليوم شوفتكن، خاصة نحن في عيادة حبيبنا دكتور جبريل جميل عبد الأحد ابن هالمدينة المباركة المالكية. أنا أعتز وأفتخر في دكاترتنا، في مهندسينا، في محامينا، في قضاتنا، في كل من يخدمون شعبنا في الجزيرة، وخاصة في هالمدينة المباركة اللي هي سويسرة الجزيرة. الحمد لله أروح وآجي مبسوط مع شعبنا، مع أولادنا، مع أهلنا، خاصة لما نشوف هيك صرح حضاري لابن من أبنائنا في الكنيسة اللي عم يقوم بعمل جبار، عمل الرب عم يبارك فيه، اللي فتح أعين العميان. اليوم دكتور جبريل الله عطاه هالموهبة وعطاه هالتعب السنين كلها اللي قضاها بالجامعات ليكون علم من أعلام الجزيرة في طب العيون. فربنا يديم حياتك، ربنا يوفقك ويكثر من امثالك لأهلنا في الجزيرة، لأن أنت نوي فخر الكنيسة، فخر البلد، وفخر سوريا. وألف مبروك من القلب باسمي واسم أبونا دودو، أبونا بشارة، والمجلس الملي، واسم بابا زي، لأن تعب الكبير بلا بابا وماما الله يخلي صحتن، بركة على رأس العائلة ويحميكن، وإن شاء الله يجي يوم نفرح فيك. موراني يفرح عمالين بصوت مريم ديلتو بصوت روح البعوث بارخو الهديد وكثولو تشلينو قادشتو من بعوث ودحلو فيفيوسو قارب لي حيد نعبد رحمة على الكولة. موراني يفرح عمالين بصوت مريم ديلتو بصوت روح البعوث. نسألك اللهم يا أبو ربنا يسوع المسيح أن تبارك عبدك الدكتور جبريل، وتبارك جميع الأجهزة لأجل فتح عيون أبنائنا وشعبنا في الجزيرة، وكل من يأتي لهذا المكان يمينك المبارك يا رب أن تكون مع يمين الدكتور جبريل لشفاء المرضى، لوضع البركة، لحماية كل أبنائنا حتى يروا النور، لأن ربنا يسوع المسيح هو نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساوي لله في الجوهر. اشمو يا ابو امين دبر وضروح حاي قال شو حاي للعلماء المين امين. ما هي الاجهزه البقيه؟ زيادة شوفر عليه. معلش. هاي زيادة التعقيم، هاي تشبه مطبقية. هاي زي عند اسمك لازم. هلا هاي جزء من العمليات سيد. ما شاء الله. هاي نفس الأجهزة عم تطلع. ألف مبروك، الله يوفقك ويبارك بحياتك ويطول بعمرك، وإن شاء الله كل واحد يدخل لهالمكان يطلع ممنون ويطلع عم يشوف مظبوط، وربنا يسوع المسيح يمسك بيدك ويقويك أكثر وأكثر لما فيه خير البنيان وخير شعبنا في هالمنطقة كلياتها. وألف بركة كبيرة، وأنت بارك لي أول شيء،
لهيك صارت ليالي غير شكل، وهلا ان شاء الله البركه الثانيه هي بركه بس مضاعفه. لا تروح تبلش في عينيك. الله يبارك. الله يحميك يا شباب.